السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة ان شاء الله مع بعض يا سنة ستة هنحل أنشطة وتدريبات درس الجهاز العصبي في الإنسان. طبعا الدرس الأول في الوحدة الرابعة. يلا بينا مع بعض نبتدي حل. والنشاط الأول معانا مستعينا بالكتاب المدرسي من خلال ما تشاهده تحت المجهر. قم بوصف الأعضاء الرئيسية للخلية العصبية. طبعا الأعضاء الرئيسية أو الأجزاء الرئيسية للخلية العصبية هو جسم طبعا الخلية وكمان محور الخلية. طبعا جسم الخلية الوصف الخاص به هو عبارة عن إنه بيحتوي على نواة وسيتوبلازم وغشاء بلازمي، وبتمتد من جسم الخلية تفرعات شجيرية بتتصل مع الخلايا العصبية المجاورة مكونة تشابكا عصبيا. ده وصف جسم الخلية. أما بقى محور الخلية فهو عبارة عن محور اسطواني الشكل مغلف بطبقة دهنية، بينتهي المحور بتفرعات نهائية بتتصل بالعضلات أو تكون تشابك عصبي مع خلايا عصبية أخرى. كده نكون انتهينا من حل النشاط الأول. تعالوا بينا بقى نبتدي حل النشاط اللي بعده. النشاط اللي بعده بعنوان افحص مخ الخروف. من خلال فحصك للمخ الذي أمامك قم بوصف المخ وحدد أجزائه الرئيسية. يعني عايزنا نقول المخ اللي احنا فحصناه ده شكله عامل ازاي وأجزائه الرئيسية. طبعا وصف المخ اللي احنا فحصناه هو انه بيتكون المخ من 3 أجزاء، وبيتميز اللون الخارجي للمخ باللون الرمادي واللون الداخلي للمخ باللون الأبيض. أما بقى الأجزاء الرئيسية للمخ طبعا هما النصفين الكرويين والمخيخ والنخاع المستطيل. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل النشاط رقم 2. أما بقى النشاط اللي بعده النشاط رقم 3 بعنوان افحص قطاعا للحبل الشوكي. جزء من الحبل الشوكي أو قطاعا من الحبل الشوكي عايزنا نفحصه، ومن خلال الفحص هنكتب ملاحظتنا ونحدد تركيب الحبل الشوكي. يعني الحبل الشوكي ده بيتركب من ايه؟ طبعا الحبل الشوكي بيتركب من مادة داخلية رمادية اللون بتظهر على شكل حرف H، وبيتركب كمان من مادة خارجية بيضاء اللون تحيط بالمادة الرمادية. هو ده تركيب الحبل الشوكي. وكده نكون انتهينا من حل النشاط رقم 3. دلوقتي بقى هننتقل للنشاط الرابع. النشاط الرابع طالب مني ان انا اتتبع المراحل اللي بيمر بيها الفعل المنعكس. طبعا المراحل اللي بيمر بيها الفعل المنعكس هنقدر نلاقيها في الكتاب المدرسي، وبتتمثل في ان بدءا من الجزء ده، يعني ابتداء من هنا لغاية نهاية هنا، أثرت حدة الأشواك في النهايات العصبية للخلايا الموجودة بالأصابع، فتولدت نبضات عصبية. انتقلت هذه النبضات العصبية خلال ليف عصبي حسي إلى الحبل الشوكي. انتقلت نبضات عصبية خلال ليف عصبي حركي من الحبل الشوكي إلى عضلات الذراع دون تدخل المخ. انقبضت العضلات وانثنى الذراع مبتعدا عن الأشواك. انتقلت نبضات عصبية أخرى من الحبل الشوكي إلى مراكز الحس بالمخ، فتم إدراك الإحساس الحقيقي بالألم. هو ده إجابة النشاط رقم 4 يا سنة 6. كمان عايزين إننا نذكر بعض الأمثلة للأفعال المنعكسة في أجزاء جسمك. طبعا الأفعال المنعكسة كتيرة جدا، ومن أمثلتها طبعا أمثلة زي إفراز اللعاب مثلا عند رؤية الطعام أو شم ريحته. كمان من أمثلة الأفعال المنعكسة ضيق حدقة العين عند التعرض لضوء شديد. كمان حركة الرموش عند اقتراب جسم خارجي من العين فجأة. دي أمثلة أو 3 أمثلة للأفعال المنعكسة في أجزاء جسمك. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل الأنشطة، ودلوقتي بقى ننتقل لحل تدريبات الدرس. السؤال الأول في التدريبات بعنوان اختر إجابة المناسبة. العبارة ألف: بيبلغ عدد الأعصاب المخية نقط زوج من الأعصاب.
طبعا الجهاز العصبي الطرفي بيتكون من مجموعة من الأعصاب، وطبعا الأعصاب دي بتخرج من المخ والحبل الشوكي، وأعصاب مخية وأعصاب شوكية. طبعا الأعصاب المخية بيكون عددها 12 زوج، يعني هنختار 12. أما بقى العبارة ب، المادة الرمادية بالحبل الشوكي على شكل حرف نقط، هل يا ترى ال H ولا ال F ولا ال A؟ وطبعا الإجابة الصحيحة هي شطار، برافو عليكم يا سنة ستة، إن المادة الرمادية على شكل حرف H. أما بقى العبارة ج، المخيخ مسؤول عن نقط. طبعا المخيخ مسؤول عن توازن الجسم، هي دي مهمة المخيخ أو وظيفة المخيخ، إنه يحافظ على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. أما بقى العبارة د اللي بعدها واللي بتقول من مكونات جسم الخلية العصبية. طبعا الخلية العصبية بتتكون من جزئين رئيسيين، وهما جسم الخلية ومحور الخلية. طبعا الإجابة هتكون التفرعات الشجيرية. أما بقى العبارة ه والأخيرة واللي بتقول بيتحكم نقط في الأفعال المنعكسة، هل يا ترى هو الحبل الشوكي ولا المخيخ ولا النصفان الكرويون؟ طبعا الجزء اللي بيتحكم في الأفعال المنعكسة هو الحبل الشوكي. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التاني يا سنة ستة، واللي بعنوان اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي. العبارة ألف، استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. طبعا الاستجابة التلقائية دي احنا بنقول عليها شطار، برافو عليكم، الفعل المنعكس، يعني هنكتب كده مكان النقط الفعل المنعكس. أما بقى العبارة ب، جزء من الجهاز العصبي مسؤول عن الأفعال المنعكسة. طبعا المسؤول عن الأفعال المنعكسة هو شطار، برافو عليكم، الحبل الشوكي. أما بقى العبارة ج، وحدة بناء الجهاز العصبي. طبعا الخلية العصبية هي دي الإجابة، هي دي وحدة بناء الجهاز العصبي، الخلية العصبية. أما بقى العبارة د، عضو بيصل المخ بالحبل الشوكي ومسؤول عن العمليات اللا إرادية. طبعا العضو ده هو شطار النخاع المستطيل، فهنكتب هنا كده مكان النقط النخاع المستطيل. أما بقى العبارة الأخيرة معانا، عضو بيتكون من مادة رمادية داخلية على شكل حرف H يحيط بها مادة بيضاء. طبعا كلنا عارفين إن ده وصف، شطار برافو عليكم، الحبل الشوكي. هنكتب هنا مكان النقط الحبل الشوكي، يبقى احنا كده عرفنا وصف أو تركيب الحبل الشوكي، إنه هو عضو بيتكون من مادة رمادية داخلية على شكل حرف H يحيط بها مادة بيضاء، وكمان انه مسؤول عن الافعال المنعكسة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال التاني في التدريبات. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التالت. السؤال التالت بعنوان حدد موضع الأجزاء التالية بجسم الإنسان. عايزني أقول المخيخ فين، والحبل الشوكي والنصفان الكرويون والنخاع المستطيل. طبعا أول حاجة المخيخ بيقع في الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفان الكرويان. أما بقى الحبل الشوكي فمكانه بيمتد داخل العمود الفقري. أما النصفان الكرويان فدول طبعا من مكونات المخ داخل الجمجمة. أما بقى آخر حاجة معانا النخاع المستطيل، فهو أمام المخيخ ويصل المخ بالحبل الشوكي. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الثالث. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال الرابع. السؤال الرابع بعنوان اذكر أهمية كل مما يأتي. عايزني أذكر الأهمية الخاصة بالنخاع المستطيل والحبل الشوكي والجمجمة والمخيخ والنصفان الكرويون. طبعا أهمية النخاع المستطيل إنه بينظم العمليات اللا إرادية بالجسم. أما بقى الحبل الشوكي فده طبعا مسؤول عن الأفعال المنعكسة. أما الجمجمة طبعا وظيفتها أو أهميتها حماية المخ وبتحتوي على أعضاء الحس. كمان المخيخ أهميته إنه بيحافظ على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. كمان النصفان الكرويان مهمتهم أو أهميتهم التحكم في الحركات الإرادية.
وكمان استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحس وإرسال استجابات مناسبة ليها وبهما مراكز التفكير والتذكر. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الرابع. دلوقتي بقى ننتقل للسؤال الخامس واللي بعنوان ماذا يحدث عند الإفراط في الجلوس أمام الكمبيوتر. طبعا أما بنقعد قدام الكمبيوتر كتير اللي بيحصل هو إرهاق أعضاء الحس. أما بقى العبارة ب ماذا يحدث عند تعرض إصبعك لوغز الشوكة نبات. طبعا اللي هيحصل أو هيحدث ينثني الذراع مبتعدا عن الأشواك، رد فعل منعكس. أما بقى العبارة ج التعرض المستمر للهواء ملوث بدخان المصانع. تفتكروا ايه اللي هيحدث ايه اللي هيحدث من ذلك؟ طبعا اللي هيحدث هو التأثير سلبا على الجهاز العصبي والعينين. أما بقى العبارة د والأخيرة وماذا يحدث عند اقتراب جسم خارجي من العين فجأة. ايه اللي بيحصل لو حاجة قربت من عينينا فجأة يا سنسات؟ طبعا الإجابة هتكون بتتحرك الرموش لغلق العينين وده رد فعل منعكس. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الخامس في التدريبات. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال السادس والأخير واللي بعنوان علل لكل مما يأتي. العبارة ألف علل إصابة النخاع المستطيل بتؤدي إلى الوفاة. ليه لو النخاع المستطيل حصل فيه أي إصابة الشخص على طول يتوفى أو يموت؟ طبعا الإجابة لأنه مسؤول عن تنظيم العمليات اللا إرادية مثل التنفس وضربات القلب. أما بقى العبارة ب علل بيقع المخ داخل الجمجمة وبيمتد الحبل الشوكي خلال العمود الفقري. ليه الكلام ده يا سنة ستة؟ طبعا الجمجمة لحماية المخ، أما بقى الحبل الشوكي بيمتد في العمود الفقري لحماية برضو الحبل الشوكي. أما بقى العبارة ج علل يلزم عدم تناول الأقراص المنومة إلا بوصف الطبيب. ليه ما ينفعش ناخد الأقراص المنومة إلا أما نسأل الطبيب؟ طبعا الإجابة هتكون لأنها بتؤثر سلبا على الجهاز العصبي. أما بقى العبارة د والأخيرة معانا علل سرعة سحب اليد عند ملامستها جسم ساخن فجأة. طبعا ليه اليد او ليه اليد بتسحب او ليه بيحصل سحب لليد لو لمست جسم سخن فجأة؟ طبعا الإجابة هتكون لحدوث فعل منعكس صادر من الحبل الشوكي. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال السادس والأخير في تدريبات الدرس الأول في الوحدة الرابعة درس الجهاز العصبي في الإنسان. بتمنى إن الفيديو يكون مفيد ليكم يا سنة ستة، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.